يسعد الله مساكم يا رجال، كيف انتم كيف حالكم؟ للاسف يا اخواني تعرضت لضغوطات كبيره من بعض المشاهير الكبار اللي هم محسوبين اقرب الناس لنا واصدقائنا. يعني ضغوطات كبيره، يعني ضغوطات يعني بشكل تهديد. انسحب وانا لك من الناصحين، يعني انا حريص يا اخي، انا كمشهور يمني من حقي ان انا اترشح. وثاني حاجه انه دعمني ملايين الناس، كيف يعني اكسر بخاطرهم كلهم؟ يعني تقول انسحب اترك هالفلان بن فلان، يا اخي فلان بن فلان انت تتعاطف مع انه محتاج، لا عيب، لا تتركوش لما يجي الجائزه وانه كذا وربما مشت مهنته. ثاني حاجه فلان هذا الذي تعاطف مع باقي المركز الثاني والثالث وباقي 10 جوائز اخرى، يعني مراكز صغيره. اذا انت متعاطف معه دعمه يا اخي، وقل يا ابو حيدر الدفلقه كذا نتعاون مع فلان، نعالج هذا ونزوج هذا ونتعاون مع هذا. انا مش نزعم في الصاع، انا دفع بي اول شيء الغرفه الصناعيه، ثاني شيء الجمهور الذي شجع ودعم وغطى على هذا. ولا انا اصلا اللي انسحب، يعني تخيلوا الراعي بيقول لي والله لو تنسحب يا ابو حيدر لا بزعلك سير، انا ادوك لانك شجاع وجدارة وانك تستحق هذا التقدير في عام 2025 لانك انت رجل كف. قلت الحمد لله، هذا من فضل الله ومن فضل جمهوري. تخيلوا اذا بينسحب المليون الذي ادوه اسمه الجهمي، اسماعيل الجهمي صح؟ 2 مليون. اذا انسحب بينسحب $500، اذا انسحب بينسحب 2000 سعودي، اذا انسحب بينسحب باص حق الفشل الكلوي. الان عادوا بصنع الباص بالبترول، هذا اسمه الكهرب اللي هو من مرضى الفشل الكلوي. يعني على باي حق انسحب انا؟ اذا انا ما انا اشترك القضيه الجمهوري. اذا اشتوا مني انسحب بنسحب، ما بكسرش خاطرهم. اما انا اكسر خاطرهم وانسحب هكذا واخيب ظنهم امالهم ومراهناتهم، اقسم بعزه الله انهم اتصلوا ناس من السعوديه لعند اصحابهم، ناس معروفين معهم بالغرفه الصناعيه، قالوا عين والله لو انسحب ابو حيدر حما يدخل لا نقتحم عليكم هم اصدقائهم. عيب، يعني المحبه من الله، انا افدالكم. ثاني حاجه لا تهولوا القضيه. انا اقول لكم فيديو بالصباح بدري قبل صلاه الفجر، قلت لا حيطرح راسي براس محمد المحمدي خلال الدوام. والله ولا اخذ اشتياني ولا يجي في العلاقه مباراه النهائي، يعني دخل بزافي في 4 دقائق. والله ندفع يا ابو حيدر والله، بس شي صار والله ان احنا نتحرك من وسط قلوبنا وان تستاهل.